هادشي كله بالسبب ديال تشجيعات المنتخب المغربي. كنضحيو براسنا، كنضحيو بصحتنا، كنضحيو برواحنا، كنضحيو باللي عندنا رغم الفقر، رغم المعاناة، رغم العذاب اللي كتعيشوا واحد الفئة من الطبقة الكادحة، من الطبقة الفقيرة، الطبقة اللي مسكينة ما كتلقاش خبزة. هكاك وكنديروا النفس وكنتشجعوا وكنوقفوا وقفة واحدة وكنشجعوا المنتخب المغربي. ولكن كنشوف واحد العدد ديال الناس مساكنه اللي جاتو سكته قلبيه، اللي دار قصيده، اللي دار بالزربه الانسان غادي باش يتفرج في المنتخب، ما كانش مسالي، تعطل في واحد الشغل، بزاف ديال الحوايج. ولكن هادشي كله كنضحيو برواحنا، كنضحيو بصحتنا، كنضحيو بالغالي وبالرخيص على المنتخب المغربي. ولكن في اخر المطاف هما غيربحوا الفلوس، وحنا غنضيعوا في ولادنا، غنضيعوا في صحتنا، غنضيعوا في الممتلكات ديالنا، وما غادي نستافدوا والو ما غنستافدوش. هادشي كله علاش حنا قلناه؟ ماشي حنا ضد في المنتخب المغربي ولا ما بغيناش المنتخب المغربي يدي كاس العالم، ولا ما بغيناش المنتخب المغربي، بالعكس كنشجعوه من قلبنا، وراه كل شيء كيشهد على ذلك. ولكن انا كنقول لكم هادشي كامل اللي كنديروه حنا كنديروه من اجل مصلحتهم، ماشي من اجل مصلحتنا. ولكن كنشوفوا حنا البلاد كامله كدير من اجل المصلحه ديالها، البلاد كامله كدير من اجل المصلحه ديالها. هاد الولاد هادو اللي ماتوا في مدينه قرسيف 4 ديال الناس، شنو السبب ديالهم؟ راكبين على موطور، خارج واحد مشاريه نضرق عليهم الطريق، بسبب ديال الطريق عندهم ما كاينه طريق، وكيناشدوا المسؤولين وكيناشدوا جلاله الملك باش يشوف من حالهم لانهم منسيين. وماشي غير منسيين وكيديروا بهم التجاره في ديك البلاد، منسيين. وكاين بعض المسؤولين اللي هما في ديك البلاد، سواء مسؤول نتاع على النقل ولا مسؤول على كذا ولا على كذا، فاخرهم واحد شكون هو؟ لامين ديال الطاكسيات كيتاجر بدوك الناس وكيتاجر بالمعاناه ديالهم. خارج غاديين راكبين هما 4 فرحانين غاديين داخلين للقرسيف باش يتفرجوا في المنتخب المغربي. خرج واحد مشاريا ضرق عليهم الطريق، جاي واحد من اللي يضربهم، صفها لهم بربعه بيهم مشاو في حالاتهم مساكن. شنو السبب؟ السبب هو المركوب ما عندهمش، حتى من النقل السري كيمنعوه عليهم. انا كنعرفوا حنا بلاصه ما فيهاش المركوب علاش يتمنع فيها النقل السري؟ وهذا النقل السري مخرجينه غا هما، ما سريش نقل سري. لا كان طاكسيات نقل سري، لا كان ترانسبور موجود. اما نقل سري في بلاصه ما فيهاش حتى كارو كيهز الناس، والنهار تجي تفكهم وتعتقهم تدخل الفوريان، وبزاف ديال الحقرات تعرض ليها من المسؤولين ديال الطريق، من بزاف. اخر واحد تقدر تفكر فيه حقرك شكون هو؟ مول النقل المزدوج. واحد من هاد الابناء، واحد الاب ديال هاد الابناء هادو، واحد الاب من هاد الابناء هادو اللي ماتوا كان راكب في النقل السري، هذاك النقل المزدوج. وذاك قال لك النقل المزدوج يمكن عنده 13 البلاصه قانونيه، هي اللي عنده 13 البلاصه قانونيه هي اللي عنده في القانون. قال لك واحد السيد كيدير النقل السري، هز بلاصه وغادي في الطريق، هز بلاصه كيهز التليفون كيتصل بصاحبه، المهم كيتصلوا هما باغيين داك خينا، باغيين يدمروه، باغيين يدخلوه الفوريان، اتصل قدام الناس. واحد من الاباء ديال هاد الابناء اللي ماتوا بسبب ديال المنتخب المغربي في قصيده قال لك راكب حداه، من اتصل بالاخر قال له صاحبي دار فيه، قال له ماشي حشومه عليك. قال له علاش؟ وقال له علاش مسكين برققتي بهذاك انت تبارك الله وما عندك البلايص؟ قال له لا حنا قانوني داكشي عندنا قال له شما القانون عندك؟ انت عندك في القانون 13 البلاصه، ولكن دابا انت راك هاز 40، واش من القانون عندك؟ شنو كيديروا هاد التبزنيز هذا اللي خدام؟ شنو كيديروا؟ المراقبه ما كايناش، وهذا الشيء راه من الحكومه وجبد، راه هي براسها كدير التبزنيز هذا. شنو كيدير؟ هو مرخص 13 بلاصه وداير هو النقل المزدوج، وكيركب 40 وكذا و40 كانه راه مرخص، هو راه ما مرخص غير 13 بلاصه.
ولكن اللي راقب، ولكن اللي حاسب ما كاينش لا راقب ولا حاسب. على من كيتحقروا على واحد عنده واحد البارتنير كيترزق الله كيهز بها البلايص، ولا عنده واحد الكونغو كيدير نقل سري. هذاك النقل السري منين كيديروا؟ من بلاصه ما فيها لا طاكسيات ولا كيران، ما فيهاش طاكسيات ولا كيران، ورغم ذلك هكاك ممنوعه، ورغم ذلك خاصك تخبع وخاصك تعطي رشوه وخاصك بزاف ديال الحوايج خاصك. الحقره حنا حقارين، حنا حقارين بهذا المفهوم هذا، حنا تنحقروا على بعضياتنا. هاد الولاد هادو اللي مشاو ضحيه. واش هاد المنتخب المغربي ملي غيدي كاس العالم يجيو يتفكروا هاد 4 ديال الناس شحال يستحقوا كاع يعطيوهم كاع تدبيره يدوروا معاهم 10 المليون 20 مليون الواحد 80 مليون كاع 80 مليون لعاب فراس مالو 40 مليار يجي يعطيك انت 20 مليون. اقسم بالله ما تشوفها، اقسم بالله ما ديرها في جيبك، اقسم بالله 100 درهم ما ديرها في جيبك، والله ما تشوفها. ولكن حنا نقولوا ودي من هذا الشيء كامل، لان الحقره راها باديه من الركيزه، باديه الحقره راه ما بادياش من مواطن عادي، ولا راه باديه من رئيس الحكومه. رئيس الحكومه حقر على شعب كامل، زاد عليه في المعيشه، ما كاينش شي واحد كيقد يهضر، هضرتي تمشي للحبس. الحقره منين جايه من رئيس الحكومه. دخل الصيد البحري شدقينا الحوت بقيناش ناكلوه، دخل الفلاحه كان الله والباقي الله، مواد ديال الفلاحه مرتفعه بواحد الشكل صاروخي ما تقدر تشريها ما تقدر تساومها. دخل رئيس الحكومه انتم كتشوفوا تشكي لمن تشكي لواحد خاصك تشكي به، تشكي لواحد كتشكي منه لمن تشكي. انت ما عندكش لمن تشكي، انت عايش في الحقره، عايش في القمع، عايش في الظلم، عايش في الفقر، عايش في الجوع، عايش محبوك، عايش مزير، عايش معذب، وما تقدرش تدوي. نعم غتدوي، ولمن غتدوي غتشكي رئيس الحكومه. رئيس الحكومه هو اصلا كنتشكاو منه، هو اصلا عذبنا في الحياه ديالنا، هو اصلا محنا في الحياه ديالنا، زاد علينا في كل شيء. ما عمر المازوط تخيل مع دماغك انت يتزاد فيه اكثر من النص حتى تزاد. كنتسناو كنسعاو الله نقولوا واش هذا المازوط غادي ينقص. بعض المرات كتمشي للبومبا كتقول له زعما واش هذا المازوط ما غاديش ينقص، كيقول لك المازوط ما عمره ما غينقص على 14 15. ما تحمقش راسك، هادشي في البومبا. وإلا غيحنتهم رئيس الحكومه وغيكذبهم الله اعلم. معجزه رئيس الحكومه الا هو حنتهم وكذبهم على الكلام اللي كيقولوا في بومبا. كتقول له واش غينقص هذا المازوط، كيقول لك المازوط هذه سياسه طلعوه باش يرجعوه ل 14 15 باش يخليوه في 14 15. والله اعلم، علم لله. معجزه الا رجع المازوط ل 8 دراهم ولا 7 دراهم، معجزه هذه. الزيت تزاد فيه اكثر من النص، كنا نشريو لو سيور ب 60 درهم ولا نشريوه ب 2500 ريال 2400 ريال. معجزه. وشريناها ب 2700، هذه معجزه. ولكن اش غنقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد الدراري هادو من اجل المنتخب كيشجعوا المنتخب المغربي باش يربح، ولكن حنا كل شيء كنديروه من اجلكم، وكل شيء كنديروه من اجل البلاد، كنغيروا على البلاد وكنغيروا او منتخب. حنا كاين اللي تفنى على قبل باش يشجع المنتخب غيره على المنتخب المغربي كانه مغربي. ولكن واش عندكم شي غيره على هذا الشعب؟ تروحوه وتخليوه مسكين يعيش ولو غير النص مرتاح في حياته؟ ما كنظنش. المهم تحياتي لكم. بقاو فيا انا هاد الدراري اللي ماتوا، بقاو فيا هاد الناس اللي مساكن كيطلبوا سيدنا غا باش يدير لهم الطريق. قال لك اسيدي ما بغاوش الديه ديال هاد الدراري وما بغاوش ياكلوا دم ولادهم، بغاو غير الطريق، وبغاو حتى هما نقل سواء سري ولا قانوني، غير يعفيوهم، غير يعطيوهم اتساع. كنعذبك باش نتاجر بيك،
كنعذبك باش نتاجر بك. لا حول ولا قوة الا بالله. تبارك الله عليكم وتحياتي لكم.